ديالش كيما خصها تمشي بمسائل عاديه. مسألتان في غاية الأهمية وجبت الإشارة إليهما. المسألة الأولى اخترنا هذا التاريخ 23 مارس ذكرى 62 لانتفاضة 23 مارس 65 بالدار البيضاء، اللي كانت أول مواجهة والسياسية والتنظيمية تحت شعار رؤية استراتيجية يسارية لحزب المستقبل ومغرب الغد. ما يتحملوش المسؤولية ديالهم وما أشبه اليوم بالأمس. اليوم الحراك الاجتماعي، ساعات حراك التلاميذ، اليوم كاين حراك اجتماعي في المغرب بكل المناطق، حراك اللي هو وطني. التلاميذ إثر قرار طبقي ديال يوسف العباس وزير التعليم آنذاك، قرر واحد القرار قال لهم اللي عنده 17 عام ما يطلعش للليسي شي حالات، وهذا الشيء 60% ديال الناس خصهم يخرجوا من المدرسه. وانتفضوا الشباب، والشباب انذاك كانوا الناس اللي عارفين شويه من شيوخ مثلي، عارفين ان الناس كيدخلوا ديك الساعات في 14 عام 13 عام تدخل التحضير. القانوني العالمي، عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد ومنسق وطني لتيار اليسار الجديد المتجدد من داخل الحزب الاشتراكي الموحد، وتنسطروا عليها لأن الحزب يشتغل بالتيارات وحنا حقنا نشتغلوا بالتيارات. الحزب الاشتراكي الموحد يؤمن يشتغل بالتيارات بضوابط. التيارات هي فكرة ماشي تنظيم، فكرة وكتكون عنده التنسيقية ديالو. القانون كيقول باش تكون دير تيار خصك تجاوب على 5 المحاور. المحور الأول كتقول كيفاش تصور العالم فين غادي، درناه أرضية اللي اشتغلنا عليها، قلنا في واحد 40 اجتماع جمعان عن بعد وحضوري وعاطف ذهني. جاوبنا على التحالفات اللي ضرورية خصها تكون واحد التحالفات منسجمة. جاوبنا على اش من تنظيم، وجاوبنا اش من تحالفات، اش من تنظيم، واش من الأداة التنظيمية كيفاش كتشوفوها، كيفاش تشوفوا هذا الحزب. جاوبنا على هادشي، وجاوبنا على جوج الحوايج اللي قلنا هي القضيه الامازيغيه، لان هادو امازيغ هنا في هاد البلاد فيهم كاين العرب، ولكن الاصل ما يمكن ليناش نهملوا قضيه العداله اللغويه. اذا جاوبنا على هذا المحور مزيان، وجاوبنا على القراءه اليساريه للدين، كيفاش كنشوفوا الدين. احنا مع الاسلام الشعبي ولكن ماشي مع دولة إسلامية، احنا مع بلد مسلم كي ماشي دولة إسلامية. بغينا نفصلوا ما بين الدين والسياسة ونقربوا الدين الفكر اليساري للمواطنين المسلمين اللي بغاو واحد الحاكم بحال عمر بن الخطاب قريب ليهم ومتواضع ماشي من فوق السور. هذه هي الفكرة. هادو اعطاب ديال اليسار حتى في التنظيم. الانخراط ماشي ببطاقه، بطاقه تسوى 100 درهم. دابا قالوا لنا قالوا لنا شي وحدين ما سواوش. حنا اللي وقع، حنا تيار ما كنقلبوش واش خلصتي شي ولا لا. لم تصدر في 40 رفيق اي اجراء تنظيمي نهائيا، اذا فهو رفيق وهو المجلس الوطني كامل العضويه. هذه هي الفكره، كامل العضويه، هذه هي الفكره. الاشتراكي الموحد واش ما كيدافعش القضايا الوطنيه والدينيه، انكم يعني هذا هو السبب انكم خرجتوا هذا التيار هذا من الحزب؟ القضيه حنا بغينا اولا بعدا بغينا نمارسوا السياسه بالعلانيه ماشي بالسريه. شي كنتخباو فينا المذكرات ديال الاحزاب ستكون ما كايناش، اذا هذه السريه هذه لا في الحزب لا في الاحزاب الاخرى، حتى واحد ما يقدر يخرجها. مالو واش كاين غير ورقات كنقولوها راي، خذوه ولا لا تاخذوه. اللي ما لا الى قلبتي الارضيه ديال الحزب الاشتراكي الموحد ما تلقاش فيها كلمه سميتها الامازيغيه نهائيا. غير ولا يعني لان حنا تشربنا شويه بالقوميه. كانوا رفاق اللي كانوا في الشرق وقرا وكذا، احنا مع القوميه ماشي ضدها، ولكن الاولى هي بلادك. ما بغيتش نقول تزق بالغزه لا، ولكن بلادنا حنا السياسه كنمارسوها مع الناس اللي معانا هنا
نمارسوا السياسه بيناتنا. السياسه راه بصدق وباخلاق، ماشي ديك السياسه ديال بغيتك انت معايا هذا ضدي. راه كاين هذا الشيء. واحد الرفيق جاو طردوه فصل. الله يا ودي، شاب التحق بيك وجاب معاك، جاب مع عده شباب اطور كبيره فايته شي 250 ولا، جيتي قرار فاصل الرفيق إزم. حل الفرع دين شدن. كيفاش؟ الرفاق الاوروبا ليسوا رفاق في الحزب، وكلهم يؤدون المشاهرات ديالهم وكيشاركوا في اللجان وكذا وخدامين. كتبغيهم غير الفلوس باش تعطيه غير كرامته كمناضل، ماشي كتعطيه حتى حاجه. واحد ما كيعطيش شي حد شي حاجه. الانتماء طوعي والمغادره طوعيه ديال الحزب. كاين الاقصاء كاين. انا قلت لك فرعين شادن فيه واحد 250 رفيق، حلوه. وهذاك الفرع عنده دلالته ديال الرفيق بن سعيد، اول فرع دار في المغرب ملي جات من السريه منظمه 23 مارس ودخلت في العلنيه. دارت واحد الفرع فين شادن، طردوهم، داروا مكتب اقليمي ديال شتو كيتباه فيها 8 د الفروع. حضرات واحد 150 ولا 160 هذا، وجاو كتبوا لوزير المصالح الداخليه قالوا لهم حي هذا الفرع تنطعنوا فيه لانه هما شرفوا عليه هما هذا. اذا حنا ما تنهضروش حنا على يعني في الانتخابات الجايه ان شاء الله. الانتخابات غادي نشاركوا في الانتخابات في اطار الحزب الاشتراكي الموحد، لان قرارات اللي كناخذ اللي ما نطبق هو ما يطبقه الحزب. القرارات الحزب حنا كنلتزموا بالقرارات الحزب، ونتمنى ما يغلطش الحزب. نتمنى والله العظيم الا انا كنتمنى. نحن هنا قاعدون حنا مناضلين. وملي كتقول غير شنو القوه ديالنا، يعني مشاركين كاع في الحركات وديالها. مثلا الاسي ديال المفروض عليهم التعاقد، راه عندنا واحد 5 هنا. مثلا الحراك الريف، انا منسق وطني لدعم الحراك الريف اللي يساند المعتقلين الاسلاميين. حنا درنا لجنه الكرامه واليقظه، راه عبد العالي عارف. ورزازات، درنا قوافل الورزازات للدفاع على النقابيين وضحايا القروض الصغرى. هل نعتبر التنسيق هذا التيار الجديد المتجدد اللي خرج من الرحم ديال اليسار الاشتراكي الموحد، هل نعتبره شقاق؟ هذا تيار داخل، ماشي خرج من رحم، وهذا تيار داخل الحزب. حنا مناضلين في الحزب. المقر ديالنا راه هو في تماره مثلا ديالنا فين انا كاين، وهذا كل واحد فين. حنا داخل الحزب وفي عمق الحزب، وحنا هما الحزب معنا الجميع، ولن نشق. يولي انشقاق في المستقبل. شوف، ما غاديش نشقوا حنايا. هانتوما غادي تشوفوا ربما يكون لا، ربما يديروا شي قرار طائش بحال هذا التبرهيج ديال البلاغ البارح ولا البارح، هذاك الشيء ما نعرف. الرفيقيزم ديالي نشادن راه جاو فصل. اش انت تفصلوا مالك؟ هو باقي معنا ومعنا كاع، ماشي معنا في التيار، ولكن هما الرفاق جاو من سميتو لانهم الناس راه ما بغاو حتى حاجه، بغاو غير تحترم ليهم كرامتهم وحقوقهم اللي كيعطيهم القانون الحزبي. راه ما غادي نطلعوا لا في الانتخابات ولا الحكومه، رفضناها من 98. يعني المختصر هو الاسلاميين تنهضروا على المسلمين اللي انا مسلم، كاع مسلمين. في الاسلام الشعبي الوالد ديالي مسلمه وجدودي، وانا مسلم وكنصلي وكنصوم. انتهى الموضوع. الحركه الاسلاميه اللي جات من فكره سيد قطب اللي هي ايديولوجيا، هي النقيض ديالنا يعني. ولكن حنا في دوله اسلاميه، غير حنا كنقولوا فصل الدين عن الدوله ونخليو الحريه المعتقد للناس. اولا كنحيي المنابر الاسلاميه الموجوده في المنطقه، يعني تلبيه لنداء الموسيقيه الوطنيه التيار اليسار الجديد المتجدد من داخل الحزب الاشتراكي الموحد وجنوب بلاد الهواط، كعضو وطني للكونفدراليه العامه للشغل السي قطاع التعليم، والكاتب الجهوي لجهه سوس مسا. يعني كما يعلم الجميع، رجال ونساء التعليم يعانون من العديد من المشاكل داخل مقرات عملهم وداخل هذه المنظومات التعليميه.
ومجموعه ديال المشاكل اهمها التسويه الوضعيه الماليه والاداريه للاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد، الذين لا يزالون متعاقدين مع الاكاديميات الجهويه، والتي ما زالت ولا زلنا ايضا نطالب بالادماج الفوري في اسلاك الوظيفه العموميه، كما اننا نطالب بكرامه وعداله اجتماعيه لكافه نساء ورجال التعليم. كما ايضا يعني نحيي الاستاذه المناضله نزهه مجدي، يعني التي ايضا هي بدورها لبت الدعوه وقد قامت تنسيقيه بتكريمها دفاعا عن كل مناضل ومناضله مغربي ومغربيه في ارضنا ارض الوطن الجميل. وبالتالي من هنا نحن كنقابه وطنيه الكونفدراليه العامه للشؤون قطاع التعليم اذ نحيي تنسيقيه اليسار الجديد المتجدد على هذه الدعوه، وايضا على دورها في تبليغ هذه المشاكل ايضا، وكما انها يعني تقوم على دائما الدفاع عن كرامه رجال ونساء التعليم في انحاء هذا الوطن. داخلي الحزب الاشتراكي الموحد على خطى الرفيق محمد بن سعيد الدر وخطى الرفيق الشهيد عبد السلام المدن، وكنتشبتوا بالحزب الاشتراكي الموحد تشبتا، وسنبقى فيه رغم ما يمكن يكون شي قرار ما فيه ما يتشاف بحال البلاغ البارح. وهذا الشيء بغينا نمارسوا السياسه بالعلنيه، بغينا حزب الاحزاب المؤسسات وحزب المؤسسات ديالنا يكون مع المؤسسات ماشي الافراد، ماشي نحطوا ميدفيديف فين ما رجعنا ولا كرازاي ولا لا، خصو يكون عندنا حزب وليد وزع عباد الله في جميع الدول والمنطق الافكار وتشيخ كما يشيخ الاجساد. راه اي واحد خدا 4 سنين زدتي ليه 4 سنين كان ذكي بزاف الله يعاونو نهائيا ما يعاودش. مازال ماشي غادي يعاود نرجع نحط شي واحد، لا هادشي ما مقبولش. ما بغيناش حزب الذي القياده تصنع القواعد، بغينا حزب اللي القواعد كتصنع قياده بديمقراطيه وشفافيه بانتخابات واضحه. وعاش الحزب الاشتراكي الموحد موحدا.